شويت الريش الضاني في العيد في الاير فراير. كل سنه وانتم طيبين، ينعاد علينا وعليكم يا رب بالخير. النهارده هنشوي مع بعض الريش الضاني بطريقه سهله جدا، وهقولك ازاي تطلع مستويه كويس جدا وطريه وجوسي وما تشدش منك وتاخد اللون التحفه اللي انت شايفاه ده. وقبل ما نبدا الفيديو، لو اول مره تشوفيني ما تنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك فيديوهات جديده، وهتلاقي عند قائمه تشغيل للاير فراير. ويلا بينا نسمي الله ونعمل احلى تتبيله للريش الضاني، وتقدري تعمليها برضو للكباب المشوي. بس اهم حاجه تكون اللحمه اللي هتشويها تكون مناسبه للشوي، زي الفليتو او البيتيلو او الستيك مثلا الريب اي، عشان ما تاخدش معاكي وقت كبير في التسويه. انا هنا معايا نص كيلو ريش ضاني. عشان تستوى معايا كويس في الاير فراير بدقها بالمدق بتاع البوفتيك زي ما اوريكي كده. دي اللي على اليمين دي انا دقتها بمدق البوفتيك، فبتتفرد معاكي وبتستوى احسن في الاير فراير، ما بتبقاش شاده. ودي شكل واحده لسه ما دقتهاش، هدقها دلوقتي وهوريكي شكلها عامل ازاي. شايفه اتفردت معايا، بقى شكلها احلى وهتستوى اسرع. ودلوقتي هعمل التتبيله بتاعتي في الخلاط، عشان انا عايزه التتبيله تكون سايله جدا. انت لو هتعملي كفته مع الريش ممكن تفرمي البصل في الكبه عشان تاخدي ميه البصل للريش، وتاخدي تفل البصل تعملي بيه كفته. وعلى فكره انا شويت كفته برضو كانت جاهزه عندي في الفريزر، لكن ما صورتهاش عشان سبق عملتها قبل كده. احلى بصل للمشويات هو البصل الاحمر. حطيت هنا 2 بصله وطماطمايه، وطبعا الزبادي والخل، دول الحاجتين اللي انا دايما في اي تتبيله مشويات فراخ او لحوم بقول لكم عليهم، عشان النسيج بتاع اللحوم يكون طري وما ينشفش منك. ودلوقتي هصفي التتبيله خالص، مش عايزه فيها اي تفل عشان ما يطلعش محروق كده في الشوي. وهحط عليهم عصير ليمونه ومعلقه زيت ونص معلقه صغيره صويا صوص ومعلقه كبيره دبس رمان. ما عندكيش دبس رمان حطي معلقه عسل اسود او ابيض عليهم معلقه كاتشب، ونص معلقه صغيره ملح. ما تكتريش الملح عشان الصويا صوص فيها ملح. ونص معلقه صغيره فلفل اسود، رشه من البهارات السبعه، رشه بابريكا، رشه زعتر، ومعلقه صغيره من بهارات المشاوي. وهسيب الريش في التتبيله مش اقل من ساعتين، والافضل انك تعمليها قبلها بليله وتسيبيها في التلاجة. هتشرب من التتبيله كويس، والنسيج بتاعها هيطرى جدا ومش هتاخد وقت في التسويه. بحب جدا احط تحت اي مشويات فلفل الوان وبصل يتشوى معاه. لو مش هتعملي الخطوه دي يبقى لازم تسخني الاير فراير قبل ما تحطي الريش دقيقتين 3 على درجه حراره 200. انا هنا حطيت الفلفل الالوان والبصل وهحط عليهم الريش، واشغل الاير فراير على برنامج الشوي اللي مرسوم عليه قطعه اللحمه دي الجريل. ده مدته 20 دقيقة على درجة حرارة 200. وانا قلت لكم قبل كده في اي مشويات عشان ما تنزلش السوائل اللي فيها لازم تبداي الاول بدرجة حرارة عالية عشان ما تجلدش منك. ولو حابة تسيبيها تستوى براحتها بعد كده ممكن تهدي درجة الحرارة عشان تستوى براحتها وما تتحرقش. ودي شكلها بعد 10 دقايق. فتحت عليها هقلبها الناحية التانية واسيبها تكمل الوقت. ودلوقتي بعد ما خلص 20 دقيقة دي شكلها، هي لونها فاتح شوية لسه. انا بالنسبة لي بحب لونها يبقى اغمق من كده شوية، وكمان عشان اطمن انها استوت كويس جدا ما تكونش شدة هسيبها كمان 5 دقايق بس. هنزل درجة الحرارة خليها 180 عشان تستوى كويس لكن ما تتحرقش. وهحط هنا قرن شطة عشان اشويه كمان. برضو حسيت لونها فاتح، محتاجة كمان 5 دقايق على درجة حرارة 180. وانتي تابعي في الاير فراير بتاعتك لغاية ما توصلي لدرجة اللون والتسوية اللي انتي عايزاها، لان كل اير فراير بتختلف عن التانية. ممكن تزيد في الوقت او تقل في الوقت دقيقتين 3. ولو سايباها في التتبيلة قبلها بيوم هتاخد وقت اقل في التسوية. انا ما سبتهاش في التتبيلة غير ساعتين بس عشان كنت مستعجلة عليها. ما شاء الله اللون بتاعها تحفة والريحة مالية البيت، وكمان الفلفل والخضار اتشوى زي ما انتي شايفة واخد من طعم الريش. ده اللون اللي انا كنت عايزاه. كده اجمالي الوقت اخدت معايا 30 دقيقة، 20 دقيقة على درجة حرارة 200 و10 دقايق على درجة حرارة 180. انا عاملة نص كيلو بس على قد عدد الافراد عندي، لكن انتي تقدري تعملي كيلو ريش في المرة الواحدة وتفتحي تقلبيهم عشان يستووا كلهم زي بعض. وهسيب لك فيديو الكفتة وفيديو تنظيف القلاية بعد الشوي في صندوق الوصف. وما تنسيش اللايك واكتبي لي رأيك في التعليقات، واشوفكم على خير في فيديو جديد بإذن الله.